صباح الخير. واحنا جبنا صفقة إمام ليه؟ أنا عايز أفهم بس حاجة، يعني حد يطلع يقول لي احنا جبنا صفقة إمام ليه؟ إمام هل هو كان لاعب استراتيجي في فرقته؟ اه كان لاعب استراتيجي في فرقته. طب انت بتدور ان انت بتفسد صفقات الفريق اللي الخصم. طب انت ليه ما جبتش واحد زي بن شرقي مثلا او ساسي؟ اشمعنى إمام بالذات عشان تقهر جمهور نادي الزمالك؟ هو قهرك. يعني انت بالنسبة لي إمام عاشور ده لعيب ملوش اي 30 لازمة، وكان فيه زياد قبل كده في مكانه كان كويس جدا ومتهيألي كان ينتج لك احسن من إمام. امام لعيب استعراضي، كان عندك لاعب استعراضي وانت اتنفخت منه فمشيت لعيب استعراضي. فايه المبرر ان انت جبت امام نادي الاهلي؟ وهو ليه بيلعب في نادي الاهلي؟ ومين صاحب الصفقه ان هو يجي نادي الاهلي بعد ما شتم رموز نادي الاهلي؟ انا بقالي كتير ما اتكلمتش وعمري ما اتكلمت على امام، بس جاء الوقت اللي انا نطلع فيه ونتكلم عن امام. امام لاعب يا جماعه بيجي يلعب لاجل نفسه. هو لعيب طلع عشان ما يزعلش جمهور الزمالك منه وما يخسرش جمهور الزمالك. طلع قال لك انا زملكاوي وانا كنت عايز نرجع الزمالك وكده، وما رعاش شعور جماهير نادي الاهلي. فلعيب زي ده يا جماعه ما كانش ينفع ان هو يجي نادي الاهلي للامانه، يعني عشان نبقوا صادقين وواضحين مع بعض. امام عاشور ما كانش ينفع يجي نادي الاهلي باي حال من الاحوال. لا انت محتاج له ولا هو فارق مع فرقته قوي. يعني هو لعيب كويس بس مش واو. يعني محمد بن رمضان احسن منه مليون مره وفي مكانه بينتج عنه. انت ليه مصمم على امام عاشور؟ صفقة بصراحة هزقتنا كلنا كأهلاوية، هزقت رموز نادي الأهلي، هزقت رئيس نادي الأهلي، هزقت كل الناس بالإجماع. صفقة ملهاش أي 30 لازمة. لعيب من يوم ما جاء وهو بيعمل مشاكل، ما بيقدرش يزعل جماهير نادي الزمالك منه. عمرنا ما شفنا لعيب من الأهلي راح الزمالك طلع اتكلم قال لك أنا أهلاوي أو اتكلم عن انتمائه الا اللعيب دوت. يعني من ساعه ما جه بيثبت لنا في مره واثنين وثلاثه ان هو زملكاوي وان هو بيحب نادي الزمالك وان هو كيانه كله مع نادي الزمالك. وفي اقرب فرصه برضه بيبين لجماهير نادي الزمالك ان هو لسه معاهم قلبا وقالبا وان هو نفسه يرجع تاني نادي الزمالك. انا عايز اسال امام عاشور انت جيت نادي الاهلي ليه برضه؟ يعني انا عايز نعرف المبرر. لا انت بتضغط على نفسك عشان تبين احسن ما جواك، ولا انت ناوي ان انت تبين ان انت لعيب وتستاهل الصفقه وتستاهل الضجه اللي حصلت ديت كلها؟ فرسالتي دي لناس كتير جدا. رئيس نادي الاهلي انت ليه وافقت على صفقه امام عاشور؟ الحاجه الاخيره اللي عايز اتكلم عليها، كابتن البرايفت اللي مفكر نفسه ان هو جميل يعني ولذيذ، طالع بيقول لك كرهتني في الشهر الكريم. بص احنا نتكلم في الكوره، نتكلم في كل حاجه الا الدين، يعني خليك بعيد عن الدين عشان تبقى حلو يعني. تاني حاجه كابتن امام عاشور راح عامل له ريبلي على البوست اللي هو منزله اللي هو كرهتني في الشهر الكريم. بص الشهر ده انضف منك وانضف من مليون واحد زيك. وافتكر الآية إن إنما يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. يعني مش عايز أقول لك إن أنت إنسان مهزأ وإلا ده وما تربيتش. ده بنتكلم على البرايفت ده. وإمام عاشور برضو إن هو خطأ خطوه وراه. وعلى فكرة يعني هو انتمائه زملكاوي، احنا عارفين من زمان. إمام عاشور والبرايفت برضو زملكاوي أنا عارفه شخصيا. بس عايز أقول له اتقي الله. يعني بلاش تدخل فرائض ربنا في الكلام والهزار وتقل دمك، ده كفاية علينا.